لو مراتك بتعمل لك اكل مش صحي مش مشكله، كل بره. لو صاحبك عنده انفلونزا مش مشكله، ما تقعدش جنبه. الا الحلاق، لو الحلاق بتاعك معفن كل سنه وانت طيب، فيروس سي. Hello. Hola, buenos días. Hair or beard? ¿No está tu compañera? شعر ولا دقن؟ No, barba. حضرتك عايز تكملها قصه اميتاب باتشان دي هي ولا نعمل حاجه بقى على ذوقي كده؟ لا barba. ده بقى هعمل لك شعرك كمان. معلش معلش ده هو لازم ما دام جيت لنا المحل لازم تعمل شعر. No. Cógelo de ahí. لا ده نضيف والله. No. والله ما نفتش فيه. Que sí. Cógelo de ahí. ماشي يا عم نضيف، ماشي. عشان الدم يعني؟ No. ده راجل نضيف جدا في الحلقه. نضيف جدا والله انا ضامن. No. مستخدمه بس نضيفه مفيش حاجه مش مالها يا ريس؟ مالها؟ Que no, hombre. مالها؟ لا ده في زباين اصلهم بيتعوروا. No, ese no. واحد راح حلق رجع غويشه. عليها دم برضه بس انا مش ضامنه بقى ده خالص بصراحه. Sangre. هو مش هينفع. Sangre. كده انت تمام؟ Así. ماشي. Pero es barba, Barba. ماشي. بس حاجه كده. ايه المشكله؟ واكل بيض بالبسطرمه بالليل. Huele feo. بيض بالبسطرمه، ما بتاكلش بيض بالبسطرمه؟ ده لسه خارجه من غسيل حالا. No. انت اصلا املس، هتحلق ايه في دقنك؟ El pelo no. Hemos hecho la barba. هسرحهولك بس والله. بعمل لك كده بس اونلي كده. No, only. اونلي كده. Sí, queda así. اوكي. ارسم لك دي بتاعت عمرو زكي، بتجيب قوي مع البنات بتوع معهد التمريض. Solo la barba, no. Así. السقه بيحلى عندي هنا على فكره. Así. طول والله. روقها كده الاول شويه. ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a echar? Que no, quita eso, que no. Colonia no. حلقت قبل كده سيرجيو راموس وتوريس. كل دول زبايني. على فكره لو عملت الدوجلاس الخليجي ده No. هتبقى فظيعه. Con cuidado, ¿dónde vas, hombre? ¿Que dónde vas? Que si no llama al jefe y me voy, si no me piro. لا ده اصلا كان في زبون قبليك السلاح طول بس شويه بس لا. اكيد لا مش هحلق لك بيه كده طبعا. هو يا سيدي. Cógele ahí, mira, ahí tienes cuchilla, coge otra nueva, anda. Quita eso y coge otra nueva. بس ده اخر واحد هنا والله. No. Pero ten un poco de cuidado, por favor, hombre. بس مع عمرو دياب على طول. Que quita. ماشي خلاص. Quita ya. يعني انا هأذيك؟ Yo confío mucho en ti, pero me lo cambias. Que انا no. هأذيك. You have AIDS? No. Okay, good. The other زبون have AIDS. Eso es una guardería. No. ايه في ايه مالك؟ ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, yo que no me he movido, te has venido tú. فيكس. Me has venido y me has cortado. ايه اللي عملته بمناخيرك ده دلوقتي؟ عايز ايه؟ في ايه مالك؟ Pero que me has cortado, ¿qué haces? يا ريس مفيش امراض هنا، مفيش حاجه زي الفل. Quita. استنى بس. شفت انت عملت في وشك ايه؟ شفت عملت في وشك ايه؟ خلاص اتفضل مش هحلق لحد. اتفضل. نحط لك كولونيا كمان اهي. Que no, ya, hombre. انت هتمشي في الشارع كده يا اهبل؟ ضيفنا النهارده دكتور اكرم العدوي، جان الطب المصري، استاذ امراض النساء والولاده بكليه طب جامعه القاهره، واستشاري العقم بجامعه ليوبيك بالمانيا، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحه المناظير. دكتور اكرم العدوي منورنا يا دكتور. اهلا شيكو. اهلا بيك يا دكتور. انت عايش في مصر ولا في برلين؟ لا عايش في مصر. زمان كنت قعدت فتره في برلين وانا بدرس يعني، بس دلوقتي بقى لي فوق ال 15 سنه في مصر. طب اشمعنى الدكاتره بيلمعوا بره مصر اكتر من جوه مصر؟ والله احنا عندنا دكاتره كتير كويسين في مصر. انت عارف السيستم لما بيكون سهل وميسور وبيدي فرص للناس كويسه تبان. ولكن مع كده انا عايز اقول لك على حاجه، ان حتى في مصر في ظل الظروف الصعبه اللي احنا شايفينها دي، ان احنا عندنا دكاتره كتير كويسين جدا وبيلمعوا في تخصصاتهم، لكن يمكن الظروف بس مش مبيناهم قوي. ما تحسش يا دكتور ان مشاكل الطب في مصر جايه من التمريض اكتر؟ والله يا شامل، المشكله انا مش عايز البسها بس التمريض يعني دايما الناس تتكلم ان هو نقطه الضعف في السيستم الطبي عندنا في مصر في التمريض، لكن انا عايز اقول برضو ان هم مظلومين. يعني اولا النظره الاجتماعيه للوظيفه دي اقل بكتير قوي من اللي هم يستحقوه. يعني انا بشوف ان الدور بتاع التمريض سواء للبنات او للولاد في السهر وفي العنايه بالعيان يمكن ما كانش قد يعني دور الدكتور
صدقني هو اكتر منه، لكن احنا كمجتمع ظالمين شويه المهنه دي، سواء من النظره الاجتماعيه او من الناحيه الماديه، وده بيكون له مردود سيء طبعا على الممرض نفسه. بنحس ان هو الكواليتي اللي بيقدمها الممرض بتفرق حسب البقشيش اللي بياخده. والله ما انت الاول لازم توفر له الظروف المناسبه، الحياه كريمه والتدريب كويس، وبعد كده تقدر تحاسبه. انما اللي انا شايفه دلوقتي ان احنا بقى عندنا خصوصا في الجيل الجديد يعني ممرضين لا يقل كفاءتهم عن بره، يمكن الظروف اللي بيشتغلوا فيها اصعب والامكانيات اقل، والثقافه بتاعت المريض برضو او تعامل اهل المريض معاه مش بيخلق البيئه المريحه ليهم. لكن انا واثق ان هم لو خدوا الفرصه هيبقوا احسن من اي ممرضين بره. طب يا دكتور حضرتك درست فتره بره وعشت بره في اوروبا وكده، ايه اللي رجعك اصلا مصر؟ اللي رجعني ان انا اصلا كنت معيد في كليه الطب، فكنت مسافر منحه. المنحه دي كانت في المانيا في برلين لدراسه الدكتوراه، وبعد ما خلصت حبيت ان ارجع بلدي تاني للطلبه بتوعي وللعيانين بتوعي. قد ما في حاجات حلوه قوي بره وفي حاجات وحشه قوي عندنا، برضو في حاجات في مصر بتخلينا ما نبعدش عنها. وكان ولادي بداوا يكبروا بقى، وحبيت ان هم يتربوا في وسط الاهل والاصحاب وفي وسطكم، يبقى عندهم السنس اوف هيومر بتاعكم. صحيح والله بكلمك جد. بتلاقي على الاقل في الفتره الاولانيه دي لما يكبروا هم ياخدوا قرارهم بقى، عايزين يقعدوا او يمشوا، ده بس يبقوا يكونوا التكوين اللي احنا بنعرف نتكلم فيه مع بعض. طب دكتور، بما ان احنا بنتكلم عن الصحه، احنا هنا في مدريد مثلا بنلاقي على الساعه 8 الصبح ناس عندها 70 و80 سنه نازله تجري الصبح. احنا عندنا اصلا بننهج واحنا بنتوضى. هقول لك على حاجه يا هشام، احنا المشكله ان الصحه عندنا احنا بنبص لها ان واحد بيعيا بيروح للدكتور يخش مستشفى وياخد دواء. المصريين يحبوا الادويه قوي كمان. كان لسه شيكو بيحكي لي لما دخل هنا الصيدليه عايز ياخد معاه التشكيله بتاعته. وهنا احنا الصحه المفروض نبص لها كمكون من حياتنا، زي ما تبص ان انت عايز تكون نفسك ماديا او تكون نفسك اجتماعيا او انك تبقى ناجح في شغلك. الصحه دي من اهم عناصر السعاده اللي ربنا خلقها لاي مجتمع سوي. اعتقد ان احنا في مصر عندنا اهمال شديد جدا للبند ده، فاحنا لازم نزرعه في اولادنا وهم صغيرين. ياكلوا ايه، يتحركوا ازاي، يلعبوا رياضه ازاي، يلبسوا ازاي، الصحه النفسيه، الصحه الجسمانيه. عشان كده انت هنا بتلاقي ان اي واحد مهما بيكون ناجح في شغله، مهما بيكون عليه التزامات، وقت فيه الساعه بتاعت الرياضه دي هو دي ساعه اساسيه. مهما بيكون فيها اي حاجه مهمه في ايده بيسيبها ويروح يعمل الرياضه بتاعته ويرجع. ده مش عايز اقول لك قد ايه تاثيره ومردوده على المجتمع وعلى الفرد وعلى صحه المجتمع وعلى الاقتصاد. وموضوع انهم بيناموا بدري قوي هنا، يعني على الساعه 10 بالليل مثلا ما تلاقيش حد كتير في الشارع. والله مش يعني يمكن في السيتيز الكبيره اللي زي مدريد وبتاع، انما برضه الاسبان حوض البحر المتوسط دول فيهم مننا برضه بيحبوا السهر ويحبوا الكسل ويحبوا يناموا الظهر. دي بتبقى كالتشر. انما يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا مش هنقدر ان احنا نغير الكالتشر بتاعنا 180 درجه. يعني مش عايزين، ما بنقولش نبقى المان ولا نبقى دنمارك، مش عايزين نبقى كده. انما احنا ممكن نحسن بحاجات بسيطه، نطلع سلمه. ممكن ان احنا نستمتع بحياتنا وبعادات بسيطه جدا. انت عارف هقول لك على حاجه، زي ما انت كنت بتقول لي حكايه ان احنا ما بنمشي بننهج وبنتعب، الموضوع بيبقى صعب جدا لما تبتديه وانت كبير. لكن لو انت دي حاجه حاططها في السيستم من صغرك بتلاقي ان الموضوع بسيط جدا، زي اي حاجه من الاجراءات اليوميه اللي بنعملها. احنا مدارسنا يا جماعه ما فيهاش بلاي جراوند، ما فيهاش حصه العاب. صح، احنا اصلا ما عندناش رصيف تقريبا، ما فيش حته الاولاد يتحركوا فيها. فازاي بتطلب من ده النشاط الوحيد لما يبتدي يبقى تين ايجر انه بيقعد على كافيه يشرب شيشه ولا يشرب سجاير؟ اديله البديل وهتلاقي الموضوع ده فرق جامد قوي. ودكتور، احنا دخلنا هنا مستشفى حكومه، ليه مستشفيات الحكومه في مصر الداخل مفقود والخارج مولود؟ لا هقول لك على حاجه، انا مش حابب اقول كده. يعني انا هديك مثل على مستشفى اللي انا اتربيت فيها وتعلمت فيها، القصر العيني. القصر العيني بيخشوا 2 مليون مريض. الامكانيات تقريبا ما عدا الامكانيات البشريه، يعني دكاتره هايلين، التمريض هايل، الامكانيات الماديه عندنا محدوده جدا. يمكن الميزانيه بتاعته متواضعه جدا وبنعتمد على التبرعات. نفسي تشوف قدر الخدمه الطبيه اللي بتطلع من مكان زي ده مع الريسورسز بتاعته. عشان تقدر تقارن مقارنه فير وعادله لازم تشوف الريسورسز الموجوده ايه والمنتج اللي بيطلع ايه. احنا محتاجين نزود، ديفينتلي محتاجين. المفروض ده بقى كلام في الدستور الجديد بتاعنا اللي احنا كلنا جرينا ومضينا عليه ووافقنا عليه. يا ريت بقى نحس بيه ان احنا نزود ميزانيه الصحه، وان احنا نزود ميزانيه التعليم، وان احنا نزود ميزانيه الرعايه الصحيه. لما يحصل الحاجات دي كلها تقدر ساعتها تحاسب المستشفيات الحكوميه. طب ليه يا دكتور اصلا الضرايب اللي الناس بتدفعها في شغلها والتامين اللي بيتخصم منهم ما بيشوفوش في علاجهم بعد كده؟ هقول لك ليه. لان احنا اللي بيدفعوا الضرايب فئه قليله جدا. الشعب بتاعنا كله اغلبه، التعميم غلط، ما بيدفع. في مشكله كبيره جدا في موضوع الضرايب. انت عندك اندر جراوند ايكونومي في كل حاجه. في الدروس الخصوصيه، ميزانيه الدروس الخصوصيه قد ميزانيه التعليم 10 مرات. العلاج الحر ميزانيته قد العلاج الدوكيومنتد 10 مرات.
معظم التجار، معظم المصانع الميديوم سايز، كل دي الناس ما بتدفعش ضرايب. الشعب بيحب في حته فتي كده في الادويه يعني. شايف ان فتي في كل حاجه شيك والله. بس في الادويه هم عندهم تطلعات طبيه المصريين عموما. في عده السفر، الانتينال والانتيبيوتكس والحاجات اللي مش عارف ايه الحاجات دي. شايف ان ومجموعه البرد ومجموعه الاسهال. انا لسه فاتلك فتيه بره بتاعت الذهب. لسه بقول له الذهب بيقلل الخصوبه عند الرجاله، قال لي ايه الفتي ده مش حقيقي. لا قطعا مش حقيقي. لا. طب الفتي بتاع المريض المصري ده بيظلم بيخلي الدكتور ساعات يتحط في موقف